باقي فئات الشعب هو رجل مهمش ومقصى ومبعد، وكثيرا إذا كان يعني المثقف يعبر عن هموم الشعب المغربي. اليوم اللقاء الذي نحن نصدد اليوم ما هو إلا توكيد المطلق وليطبع به المغاربة الأحرار تشبثهم بوطنهم وبعيد الاستقلال وبعيد المسيرة الخضراء التي نحن نحتفل اليوم بالذكرى 41 لانطلاق المسيرة الخضراء. ولكن المغاربة أتوا بالاستقلال، والمغاربة لبوا النداء لاسترجاع الصحراء المغربي، ولكن المغاربة لهم الحق أيضا أن يتمتعوا بحقوق المواطنة كاملة سواء في المغرب في الداخل أو في الخارج. هذا هو ما نحن نطمح إليه كمغاربة، يعني وأن يكف القمع في المغرب وأن يكف التهميش والإقصاء والإبعاد لجميع المغاربة بكل أطيافهم وبجميع مستوياتهم الثقافية أو السوسيو-اجتماعية. ألا ترى بأن المثقف المغربي مهمش خارج وطنه؟ المثقف المغربي هو مهمش في وطنه وخارج الوطن، ونحن عندما نرى أن الدولة تستخدم أناسا ومهندسين يعني فرنسيين أو كنديين أو أمريكان، ولنا هنا يعني لنا يعني علماء كبار في جميع المستويات، يعني المغرب لا يحترمهم ولا يعني يستخدمهم كمواطنين الوطن. الحاكم المغربي في مخيلته هو يعني له عقدة الأجنبي، ولكن الحمد لله هنا نرى فرنسا وخاصة في لا ديفونس، في حي لا ديفونس نرى بأن يعني الشركات الكبرى يعني جل كوادرها هم مغاربة. إذا المغرب لماذا يهمش أبناءه الذين لهم يعني كفاءات منقطعة النظير؟ وإذا ذهبنا إلى مناظر مغاربة وهنا في فرنسا يعني في جميع القطاعات نرى المغاربة هم الذين يتصدرون يعني ويتبوؤون المقاعد الأمامية، ولكن لسوء الحظ هما يعني المغرب يقصيهم ويبعدهم يعني ولا يريد أن يشاركوا في التنمية المغربية. ماذا يمثل لك تواجد المغاربة بجميع الأطياف والتكتلات والتشكيلات في هذا اليوم؟ هذا اليوم هو يوم منعزل على جميع المغاربة، لأن يعني آباءنا وأعمامنا وأخوالنا هم الذين ضحوا يعني حتى يسترجع المغرب استقلاله، وهؤلاء الشهداء الذين نستنشق منهم اليوم عطر العز والكرامة والسؤدد هم الذي تركوا هذا المغرب. ولكن نحن اليوم مطالبون يعني أن نعمل أكثر وأكثر حتى يكون المغرب حرا طليقا في بلاده وأن يعيش ديمقراطية حقة وليس ديمقراطية على الورق والديمقراطية التي نستمع إليها في التلفاز للاستهلاك اليومي. هل تكريم المثقف المغربي اليوم هو قوة أو نقول بأن السياسي انتحر إلى الوراء؟ يعني الأحزاب المغربية برمتها وبكل حذافيرها هي أحزاب برجوازية محضة لا تمثل إرادة الجماهير الشعبية من اليمين المتعفن إلى اليسار المتهور، مرورا ب يعني الحزب الإسلامي العميل إن صح التعبير والكذاب. يعني هذا هو ما أستطيع أن أقول لك الآن يعني، ولكن هناك استسمح لي أن هناك أصواتا كاين واحد الرجعة ديال الصدى من الإخوان هما على المنصة، وأتمنى إن شاء الله أن نتكلم في هذا الموضوع يعني مرة أخرى يعني وفي جو يسوء الهدوء والطمأنينة، لأن هناك يعني الناس هناك حماس على الخشبة، وهناك يعني الناس فرحون والناس يعبرون عن فرحتهم العارمة بهذا اليوم الجميل في حياتهم وفي حياة أولادهم وأحفادهم. يعني نتمنى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا سي العلوي، شكرا. شكرا للحضور.